علي جبر، محمود حمدي الونش، محمد ناصف. ثلاثي المنطقة الوسطى طارق حامد، ابراهيم صلاح، معروف يوسف. امامهم الثنائي ايمن حفني، محمد ابراهيم، 2 من الحواء. وامامهم باسم مرسي اللي كان بيعاني من عضلة الضامة ولكن تعافى بفضل الله، وقام بمجهود كبير اليومين اللي فاتوا علشان يقدر يلحق بهذه المباراة فيما يتعلق بالعلاج الطبيعي. بدلاء نادي الزمالك: عمر صلاح، شوقي السعيد، احمد رفعت، محمود دونجا، شيكابالا، احمد دويدار، واحمد جعفر. النادي الاهلي في حراسة المرمى: شريف اكرامي. خط الظهر من اليمين للشمال: محمد هاني، محمد نجيب، سعد سمير، حسين السيد. قدامهم الثنائي حسام عاشور واحمد فتحي. 3 قدامهم: مؤمن زكريا، عبد الله السعيد، وليد سليمان، وفي الامام مروان محسن. بدلاء النادي الاهلي: محمد الشناوي، صالح جمعة، حسام غالي، جونيور اجاي، كريم ندفد، عماد متعب، وعلي معلول. يدير هذا اللقاء الطاقم المجري والمصنف الثالث بين حكام العالم: فيكتور كاساي، بيعاونه جابور ايروس مساعد اول، جورجي رينج مساعد ثاني، ثم ادم فاركس حكم رابع. الكابتن حسام عاشور والكابتن ابراهيم صلاح. واختيار ارضية الملعب: يمين او شمال، كورة او لا كورة. اللي بيكسب القرعة بيختار يا الملعب يا الكورة. اذا اختار الكورة التاني بياخد الملعب، اذا اختار الملعب التاني بياخد الكورة. مباراة تحمل كل معاني الاثارة باذن الله، ونتمنى ان تكون مباراة على قدر النجوم اللي في الملعب فيما يتعلق بالمستوى الفني، وايضا فيما يتعلق بالمستوى الاخلاقي. ان شاء الله ننقل صورة طيبة لمصرنا الجميلة، مصرنا الفتية باذن الله، الى العالم كله والى كل العرب اللي بيتفرجوا علينا من المحيط الى الخليج. في كل دول العالم العرب يهتمون دائما، مش بس المصريين، بلقاء القمة، لقاء الزمالك والاهلي. ودايما هنبدأ بالزمالك النهاردة لان هو صاحب هذه المباراة. ربما لو نظرنا الى تشكيل الفريقين هنجد ان الزمالك بيلعب ب3 ديفندرز، 3 في وسط الملعب، بينما الاهلي بيلعب 2. ثلاثي طبعا الزمالك: طارق حامد وابراهيم صلاح ومعروف يوسف، بينما ثنائي النادي الاهلي حسام عاشور واحمد فتحي. الكلام انه معروف يوسف بيكمل في المناطق الهجومية بجوار حفني ومحمد ابراهيم وباسم مرسي، بينما يرتكز طارق حامد وابراهيم صلاح. على الجانب الاخر شايفين رباعي قوي جدا للنادي الاهلي في المنطقة الهجومية: مؤمن زكريا، وليد سليمان، عبد الله السعيد، مروان محسن. اذا هو لقاء يحمل كل التوقعات وكل الاحتمالات، ومن المستحيل من اللحظة الاولى ان نتوقع حتى اللحظة الاخيرة نتيجة هذه المباراة، فقط لا غير. اتمنى ونتمنى جميعا اللعيبة اللي على ارض الملعب دول هيدخلوا معسكر خلال 48 ساعة، وهو معسكر منتخبنا الوطني لكرة القدم. هيجمعهم معسكر واحد وفندق واحد، بل وحجرة واحدة. ان شاء الله نتمتع. نبدأ مع بعض اللقاء. على شمالنا نادي الزمالك بالطاقم الابيض فابيض فابيض، وعلى يميننا النادي الاهلي احمر في اسود فاحمر. من ناحية اليمين ابراهيم صلاح، لكن حسين السيد على طول ترجع في اتجاه محمد نجيب. طبعا كل واحد في البداية هيحاول يبين ان هو مش خايف من التاني، وهيحاول ان هو يدي احساس بده من خلال التواجد في التلت الهجومي، لكن هنشوف ونتابع مع بعض. طويلة وعالي، مقطوعة على وسط الملعب مرة تانية، ارتداد. طبعا اول 5 دقايق دول بيبقوا كهربا، وكهربا طبعا موجود في السعودية دلوقتي. طويلة ناحية اليمين حسني فتحي، اللي ما كانش يتوقع ان هو يلعب هذه المباراة، لكن جاء طبعا ايقاف اسامة ابراهيم اداله فرصة المشاركة. من ناحية شمال دفعة
ومروان محسن، وضربة حرة مباشرة للنادي الأهلي من ناحية الشمال. كلام كتير النهاردة، كان حسين السيد اللي يلعب ولا علي معلول. الخبراء كلهم الحقيقة اختلفوا ما بين مؤيد ومعارض. علي معلول قال لك قديم وفاهم لكن بعيد عن فورمته. حسين السيد صغير وسريع، هنشوف. طويلة ناحية الشمال، امتصاص بلمة عبد الله السعيد، عايز يعدي يا ولد يا لعيب، ضغط عليه بمنتهى القوة الحقيقة الونش اللي بيقدم الحقيقة مستويات روعة. وادي واحدة عرضية وخطيرة ومن القلب على طول ترتد مرة تانية علي جاب. طويلة مرة تانية لكن صفار، وضربة حرة لصالح نادي الزمالك. أول بداية فيها قوة شوية كالعادة. وليد سليمان بيستخدم كوعه في ظهر معروف يوسف. الحكم المصنف الثالث مش هتمشي طبعا معاه الحاجات دي، وعينيه ثاقبة للغاية. عمر ما يصل إلى المصنف الثالث إلا إذا كان عنده كل المميزات اللي تخليه في هذه المكانة الرفيعة بين حكام العالم. رمي التماس من ناحية الشمال لنادي الزمالك. بيتحرك محمد ناصف ومعروف في الجبهة الشمال. استلام مرة تانية، وادي ترقيصة لكن ما عرفش يعدي فيها معروف يوسف. ترتد على وسط الملعب، دفعة لحسام عاشور طارق حامد، وضربة حرة مباشرة لصالح النادي الأهلي. ما تتوقعش أول 5 6 7 8 دقايق هيبقى في رسوخ على أرضية الملعب أو أداء موضوعي، هيبقى فيه نوع من أنواع التسرع نسبيا، الحماس الزائد، إلى أن تهدى الأمور وتظهر وتبرز الفنيات العالية لكلا الفريقين. هتلاقي حاجات من دي كتير في الدقائق الأولى. آدي إبراهيم صلاح وحسام عاشور، 2 في منتهى الكفاءة في وسط الملعب. وحد كده يظهر بيعاني من حاجة، أعتقد لاعب من النادي الأهلي سليم إن شاء الله. موطي كده، هنشوف. ده اعتقد حتى بدون اشتراك او اي حاجة خالص. لكن معانا صوت جماهير جميل الحقيقة من ارضية الملعب. وايضا طبعا ده احمد فتحي. فصل يعني الانف كده بيحصل، ممكن اخد كوع، اخد حاجة، اتضرب في حد، مش عارف ايه الكلام ده كله. لكن في النهاية بيتحط له ادرينالين مع قطنة، بيحصل انقباض للاوعية، بتخلص الليلة سريعا جدا جدا جدا. الف سلامة. ادي احمد فتحي في الكرة اللي فاتت. هنشوف هل ايمن حفني بصاله حاجة. ايمن حفني ممكن يكون كده بدراعه من غير ما ياخد باله، واخد على طول ادرينالين وتنتهي القصة تماما. الف سلامة يا احمد. ادي اهو، دي مناخيره اهي، وادي القطنة اللي فيها الادرينالين. بعد ما بيضغط على انفه بتتحط له القطنة بالادرينالين، بيحصل انقباض للاوعية الدموية، خلاص ما بقاش في اي نزيف دموي من الانف. الف سلامة. كانت كرة مشتركة، كان بظهره ايمن حفني، وطبعا لا يقصد على الاطلاق. ايمن حفني خلي بالكم كان ايضا في حالة اصابة وتم تجهيزه لهذه المباراة. قدر لكن ستانلي ما قدرش. شريف اكرامي بيهدي اللعب كده شوية. طبعا احمد فتحي طلع، وادي نزل مرة تانية قدام احمد فتحي. طويلة وعالية لكن الونش على طول يتدخل في توقيت روعة. باصه مش مظبوطه لايمن حفني، عايز ينطلق بالكوره. ماشي ايمن حفني، ماشي لم كورته مره ثانيه مع حسام عاشور، دخل وعدى من ناحيه اليمين، لكن على طول تدخل في منتهى القوه وصفاره من فيكتور كاساي، وضربه حره مباشره من ناحيه اليمين لصالح نادي الزمالك. ايمن حفني يصنع الفارق في حاله وجوده في حاله بدنيه طيبه. محمد ابراهيم يصنع الفارق ايضا. الناحيه الثانيه عبد الله سعيد يصنع الفارق. مؤمن زكريا، وليد سليمان ايضا يصنع الفارق. ضربة حرة مباشرة من ناحية اليمين لصالح نادي الزمالك. هيلعبها بشماله محمد ناصف. 5 ابيض داخل المنطقة. محمد حلمي وترقب. واحدة بشماله عالية معدية، لكن شريف اكرامي سهلة في المتناول. لازم دي تبقى تحت شوية يا ايمن يا حفني. طويلة ناحية الشمال. مؤمن زكريا ومحمد ناصر. هيبقى لقاء قوي جدا ما بينهم. مؤمن يغير، خطيرة. لو لمها لكن عدت كده من امام مروان محسن، كانت في منتهى الخطورة. اتعملت كده كروس جميل من عابرات القارات من الشمال لليمين، لكن اطول من لازم. لو سن اقل من كده كانت استريحت قدام
مروان كان ممكن يبقى فيها كلام تاني، لكن البدايه طيبه. ده اللي لعبها ناصف مش ايمن. ناصف عملها ان ايمن رجله اظبط اكيد من كده، اظبط اكيد من كده. طويله وعاليه، ارتقاء على طول. سعد سمير ارتقاء، مروان يلمس عايز يعدي بيها بسرعته، لكن مقطوعه مره تانيه للنادي الاهلي. مروان يزقها ترجع في اليمين، استلام من ناحيه اليمين لمحمد هاني، طويله اي حاجه، مقطوعه حسني فتحي اللي داخل لجوه. نقله والثانيه للنادي الاهلي حسام عاشور وش رجله الخارجي، لكن يا ولد يا طارق يا حامد يحطها لايمن حفني. جميله 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 ناحيه يمين محمد ابراهيم اللي بيتحرك في كل حته. محمد عايز يعدي، لعيب طبعا، لعيب طبعا، لعيب عايز يعدي، تتزق منه تبقى رمي التماس على محمد نجيب من ناحيه يمين. محمد ابراهيم وايمن حفني هيتعبوا النادي الاهلي دفاعيا بالمهاره بالمهاره. بيرمي نفسه كده ايمن حفني، لكن تبقى ضربه حره. حسين السيد يقول له ما فيش حاجه يا ايمن، فعلا ما عملوش اي حاجه خالص خالص. ادي كره ما بينهم هما الاثنين، هو رمى نفسه ايمن حفني في محاوله لاستجداء صفاره من فيكتور كاساي. ضربه مرمى لصالح النادي الاهلي، هيلعبها شريف اكرامي. عدينا الخمس دقائق بدقيقتين، هنبتدي نخش في اللعب الموضوعي. اللعب الموضوعي، علي جبر ارتقاء رائع جدا، طويله مره ثانيه في الشمال في اتجاه باسم مرسي، وانتو خطيره جدا جدا، عايز يعدي لكن مقطوعه من محمد ابراهيم مره ثانيه على وسط الملعب. الماتش مفتوح من الفرقتين الحقيقه. شريف اكرامي طويله على وسط الملعب، لمسه مؤمن زكريا، لكن يا ولد يا لعيب داخل بمنتهى الكفاءه، واقطاع حلو قوي قوي على جبر طويله في اليمين. وادي العرضيه الخطيره مره ثانيه، وباسم عايز يتليم عليها، لكن تدخل من ناحيه اليمين محمد هاني، تطلع وتبقى رميه تماس لصالح نادي الزمالك من ناحيه اليمين. طويل خطير خطير يا ولد يا لعيب، دخل حلوه قوي قوي، لكن محمد نجيب بيقول له ما يخشش ما بينكم انتوا الاثنين. بيكلم طبعا حسين السيد وبيكلم مؤمن زكريا. تبقى ضربه ركنيه لصالح نادي الزمالك اللي بادي بدايه هجوميه بفضل تحركات ايمن حفني ومحمد ابراهيم. هم دول اللي هيسببها ازعاج كبير جدا طول ما لياقتهم معاهم. ضربه ركنيه من ناحيه اليمين بشماله، لكن كره معروف مقطوعه. تطول الكره، تبقى رميه تماس مره ثانيه لصالح نادي الزمالك من ناحيه اليمين، ما طلعتش. معروف عرضيه خطيره من قلب سعد سمير، يا ولد يا لعيب، في الشمال عايز عبد الله كده يتلايم عليها، تدخل رميه تماس لصالح النادي الاهلي من ناحيه الشمال. مباراه حماسيه جدا، سريعه جدا، لسه المستوى الفني لم يرتقي بعد، لانه في حماس ازيد من اللازم على ارضيه الملعب نتيجه حساسيه موقف الفريقين زي ما انا بدات مع حضراتكم. انطلاقه لمحمد هاني من ناحيه اليمين، لسه ما اشتغلش هاني هجوميا، يسيبها ويسلمها لوليد سليمان، عايز يعمل 1-2 مع عبد الله سعيد، يلم كورته عبد الله، يلمها مره ثانيه تطول منه لكن تروح في اليمين. وادي عرضيه خطيره خطيره، لمسه كده في السكه وهي ماشيه، لكن كانت صعبه قوي في التوجيه بتاعها، تطلع كان احمد فتحي اللي مكمل فيها، تبقى ضربه مرمى. ادي الكوره اهي، وادي العرضيه، وادي اللمسه قبل ما تروح لمروان قابلها فتحي. ادي فتحي والعرضيه الحلوه، لكن ما اتظبطتش وتطلع على طول بره، وتبقى ضربه مرمى لصالح نادي الزمالك. احمد الشناوي طويله وعاليه، بس مرسي طبعا لسه ما جاتلوش حاجه منضبطه. طارق سليمان لمعروف يوسف اللي بيشتغل في الجبهه الشمال، طويله مقطوعه لكن تروح مره ثانيه في اتجاه محمد ابراهيم، اطول من اللازم، مقطوعه للنادي الاهلي في صفاره، وضربه حره مباشره لصالح نادي الزمالك. ادي محمد ابراهيم ومعاه احمد فتحي، وقع محمد اداله كساي، ضربه حره مباشره. نقلتين ثلاثه لنادي الزمالك توصل لمعروف يوسف، واحده طويله وعميقه في اتجاه باسم مرسي اللي بيحط جسمه بقوه خطيره، وعايز يلم كورته مره ثانيه، لا ما تتلمش في المنطقه دي بالشكل ده، تطول وضربه حره. واضح كده ان فيكتور كاساي بيلمس كل حاجه، كل حاجه بيلمسها باحساسه وبيصفر عليها على طول. اعتقد في اوروبا الحاجات دي ما بيصفروش عليها كتير، لكن جاي هو برضو باحساس المنطقه العربيه، اتصور ده، لان بنتفرج على مباريات اوروبا حاجات من دي كتير جدا 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 ما تطلقش فيها الصفاره على الاطلاق، لكن اعتقد هو جاي برضو بالاحساس العربي شويه. طارق حامد
وعبد الله السعيد. عبد الله بيقول له حاطط ايديه على كتافه. رمي التماس محمد هاني طويله ناحيه اليمين، عايز يعدي عبد الله السعيد لكن الونش على وسط الملعب. ابراهيم صلاح بطن رجله معروف يغير في الشمال. محمد ناصف عايز يلعبها طويله ترتد له مره ثانيه، عايز يعدي بسرعته يحطها اي كلام، مقطوعه على وسط الملعب. لازم اي فرقه من الفرقتين تحاول ان هي تمسك كوره على الارض شويه عشان تقدر تلعب. الكوره زي ما تقول متعفرطه نتيجه الحماس الزياده. حماس الاوفر ده هيهدى مع الوقت. ضربه حره مباشره لصالح وليد سليمان على طارق حامد من ناحيه اليمين. كابتن حسام البدري طبعا على طول هو محمد حلمي تفكير دائم في المباراه، مواطن القوه مواطن الضعف. ضربه حره مباشره من ناحيه اليمين. كل فريق الزمالك تحت الكوره، كل بما فيهم باسم مرسي اللي قدام الكوره. طويله وعاليه وخطيره. حلوه محمد نجيب في اول كرة خطيرة يقابلها بجنب راسه في منتهى الخطورة، عدت الناس كلها وكانت نازله لتحت. يا نهار ابيض، حلوة حسني فتحي في توقيت روعة ضربت فيه وتبقى ضربة ركنية عالية، لكن اطول من اللازم هيلحق اطول من اللازم ما يلحقش وليد سليمان. تبقى ضربة مرمى لصالح نادي الزمالك. لسه المباراة ما طلعتش اللي عندها، كل ده حماس. اخطر كورة ده كان حسني فتحي داخل من ناحية الشمال، لكن ضربت في الونش وطلعت ضربة ركنية. ضربة مرمى نادي الزمالك طويلة وعالية، ارتقاء احمد فتحي اللي ثبت اقدامه في وسط الملعب على حساب حسام غالي. حسين السيد في اول ظهور في التلت الهجومي، تدخل في منتهى القوة. رمي التماس للنادي الاهلي من ناحية الشمال، تتلعب على طول سريعة في اتجاه مروان، عايز يلم كورته مروان ياخد منها. رمي التماس مرة تانية من ناحية الشمال لصالح النادي الاهلي. رمي التماس حسين السيد بيدور ياخدها، حسين يلعبها عرضية لكن على استحياء قصيرة جدا، تروح مرة تانية في اليمين اطول من لازم. محمد ابراهيم ما يلحقش الكورة، تبقى رمي التماس لنادي الزمالك من ناحية اليمين. محمد ابراهيم مفيش كلام انه لعيب يمتلك حلول، هو وايمن حفني، لكن المهم تفضل القدرة دي طوال المباراة. طويلة طارق حامد في الشمال، ماشي الونش بالعرض، يلم كورته مرة تانية. علي جبر، استلام من علي، يفتح هنا في اليمين حسني فتحي، يزقها منه مؤمن زكريا. تبقى رمي التماس لصالح نادي الزمالك من ناحية اليمين. رمي التماس من ناحية اليمين، لعب على طول طويلة وعالي، ارتقاء على وسط الملعب. لسه بقول لحضراتكم مفيش قدرة على السيطرة على الكورة، لا من هنا ولا من هنا. كله لعب حماسي في وسط الملعب، محاولات لإثبات الذات، لكن دون القدرة الحقيقية على الاقتحام أو التصويب. طويلة ناحية الشمال، حط جسمه سعد سمير ومعاه محمد إبراهيم، يرجعها لورا. محمد نجيب يشيلها عالية، حسام عاشور ما ياخدهاش، لكن على وسط الملعب مرة تانية أحمد فتحي يا ولد لعيب، وعايز يحطها بشماله في مساحة لوليد سليمان ما تمشيش، تتقطع لطارق حامد. طويلة في اليمين، اندفاع، سقوط حسين السيد قبل حسني فتحي يا ولد لعيب، يلم مرة تانية، بيدور يلعبها على يمينه منتهى الخطورة. الحاجات دي جدا اتعطل في التفكير بتاعه، اتأخر، ياخدها حسني يزقها منه، حسام عاشور بيزعل حسين السيد بيقول له من مرة واحدة صح. الحاجات دي التفكير الكتير يورط في المباريات اللي زي دي، ما تفكرش كتير خصوصا في الاماكن الحساسة من الملعب. لا لو التانية ادي المرة دي سمع الكلام حسين السيد ولعبها طويلة، لكن اي حاجة. شوفوا الكادر يا جماعة، كل الاهلي تحت الكورة، والعكس بيحصل لما الكورة تبقى مع الاهلي كل الزمالك بيبقى تحت الكورة. عشان كده مش هنشوف هجمات حقيقية
الا مع القدرة على النقل على الارض بثبات انفعالي، وده اعتقد هيجي مع مرور الوقت قدامنا. الونش معروف، خش بيها لجوه، مش رجله الخارجي في مكان حساس، ترجع له مره تانية يزقها اي كلام. الحكم كان ممشيها، لما ما مشيتش ادى ضربه حره مباشره لصالح نادي الزمالك من ناحيه الشمال. فيكتور طبعا كاساي معروف يوسف بيكلمه، لكن خلاص هو ادالك الكره الاولانيه، اداك الفرصه لو مشيت تمشي، لو ما مشيتش ترجع وتاخدها، وده اللي حصل في الاختيار الثاني. من ناحيه الشمال طويله وعميقه في اتجاه باسم الوحيد في المنطقه الاماميه، زي مروان ده في المنطقه الاماميه. الاثنين بيعانوا من وحده شديده وبروده اشد في هذه المنطقه، يتدفوا لما يخش اللي تحت جوه، لما يخش اللي تحت جوه. واقع لاعب من نادي الزمالك، الف سلامه الف سلامه، ده حسني فتحي. سلامتك يا حسني. الكره اللي فاتت ارتقاء لعبها علي جبر، ما حدش لمس حسني، حسني وقع لوحده. خلي بالك الكادر اهو، ادي علي جبر ومعاه مروان، وحسني كده من بعيد لبعيد، ما حدش لمسه على الاطلاق، لكن سليمه ان شاء الله. بعض اللقطات اللي مسجلها دائم الابداع محمد نصر الدين مخرج هذه المباراه على الهواء مباشره من استاد بترو سبورت. دي كره مشتركه كانت بين حسين السيد وحسني فتحي. والله وعندنا الاعادات سلو موشن الحلوه اهي اللي بنشوفها في اوروبا. عقبال يا رب، عقبال يا رب باذن الله، زي ما فتح ايديه الاثنين كده محمد حلمي، هو بيدعي بحاجه او بينادي بحاجه، لكن انا بقول عقبال يا رب لما يبقى عندنا كل التقنيات الحديثه ونضاهي بيها باذن الله النقل العالمي ان شاء الله ان شاء الله. رمي التماس، حسين عايز يعدي، ما عرفش يعدي لكن ياخد فاول. بقول لحضراتكم فيكتور كاساي هو حكم مجري النهارده، ولكن بمذاق عربي، بمذاق عربي، ده اللي انا شايفه قدامي الحقيقه. ضربه حره مباشره للنادي الاهلي من ناحيه الشمال، هيلعب بيمينه حسين السيد معاه، وثلاثة 6 أو 5 داخل المنطقة من النادي الأهلي، منهم سعد سمير اللي جنبه الونش وأحمد فتحي. وادي العرضية خطيرة، هوبا يا نهار أبيض يا نهار أبيض، عدت بغرابة بغرابة قدام أحمد فتحي. لو لمسها بإيه؟ ما عندوش شعر، لو لمسها بالصلعة، لكن عدت الصلعة، عدت الصلعة يا نهار أبيض. حلوة حلوة حلوة، مسك راسه محمد نجيب لانه كان وراها، كان وراها، لكن دخلت فتحي الحقيقه خلت غيوم امام نجيب. ادي بيقول له هعمل لك ايه يعني، لو كان شعر طويل كان ممكن تلمس. لكن اول كوره قريبه جدا جدا من الشباك، من الشباك. نجيب يرجع للشريف اكرامي من لمسه واحده على طول، طويله وعميقه، ارتقاء طارق حامد كينج وسط الملعب. الحقيقه بالنسبه لنادي الزمالك طارق حامد اداء مستقر ورائع ويطمنا على وسط ملعب منتخب مصر. حسام البدري اعتقد ان هو بينادي على حسين السيد، اعتقد كده، اعتقد كده. طويله خطيره، لكن مفيش الا باسم، مفيش الا باسم في الحته دي. تتزق في مساحه فاضيه لوليد سليمان، عايز يحطها في منطقه لكن ما قدرش، تطلع وتبقى رمي التماس لصالح النادي الاهلي من ناحيه اليمين. جبهه الشمال زي ما انا قلت بيلعب فيها محمد ناصف ومعروف يوسف. محمد ناصف لغايه دلوقتي لم يخترق التلت الهجومي ومستبقي نفسه في تلتين الملعب، ولكن على الجانب الاخر ايضا محمد هاني ما بيتقدمش على الاطلاق، برضه تلتين ملعب كبيره. وده يوريك الحرص الشديد ان ولا مدرب عايز النهارده يضحي في البدايات، مش عايز تضحيات، عايز تكتل في الوسط وفي منطقه الخلف تحسبا للمفاجآت. ودي واحده طويله خطيره، لكن يا ولد يا ولد يا ولد، علي جبر منتهى الكفاءه، يلعبها حلوه حلوه حلوه، تطلع الكره بره اعتقد لعلاج احد اللاعبين وليد سليمان. قام وليد سليمان، الكره اللي فاتت كره خطيره 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 لو عدت، لكن علي جبر فرش كده فرشه في منتهى الجمال. وادي العرضيه الخطيره، وادي الصلعه اهي اهي. على فكره لو راحت لنجيب كان اوفسايد، لكن احمد فتحي ما كانش اوفسايد،
لو لمسها كان بقى فيها كلام تاني. تتلعب الكرة مرة تانية في اتجاه النادي الاهلي، نقلة صغيرة في اتجاه سعد سمير ومع باسم، يلعبها طويلة وعميقة معدية لمروان، مروان يلم كورته، بيدور 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 لسه مرة تانية يحطها في الشمال، فاتح حسين، عبد الله لحسين، خطيرة 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 والهدف. الله 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 يا مؤمن يا زكريا، يا اللي جيت النهارده مكان ندفد واثبتت وجودك وقلت لحسام البدري ما تقعدنيش، ما خلاص انا فاض بيا ومليت. النهارده جاوب، النهارده جاوب كل الاجابات في الدقيقه 21. عرضيه روعه الروعه، روعه الروعه من حسين السيد، حطها ارضيه عرضيه سريعه مدويه، قابلها الولد الشقي من ناحيه اليمين، حطها ببطن رجله في البعيده. ادي تمريره عبد الله، وادي حسين السيد في منتهى القوه، تلف لفتها وتروح حتتها وتسكن في شبكتها. حلوه 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 للصبح من عبد الله لحسين لمؤمن زكريا، روعه الروعه. الهدف الاول للنادي الاهلي اللي هيخلي المباراه ايه، نار يا حبيبي نار، هيخليها متعه المتعه ان شاء الله، وتفتح وتفتح وتفتح. الهدف الاول للنادي الاهلي باقدام مؤمن زكريا اللي كان اشراكه من عدمه محفوف بالكلام والحكايات، هو ولا ندفد، هو ولا ندفد، طلع هو لغايه دلوقتي هو. حلوه 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 مؤمن زكريا في الدقيقه 21. الزمالك مش هيسكت، هيهاجم، هتتفتح المباراه، هيتفتح الملعب، هنلاقي كرة احلى من اللي احنا شفناها في الثلث ساعه الاولى. ضربه مرمى لصالح النادي الاهلي، والهدف الاول من نصيب هذا الفتى الشقي الرائع السريع المزعج المتعب مؤمن زكريا. ضربه مرمى، ادي التمريره، حسين السيد بص ازاي، بص ملفوفه ازاي، ما يقدرش الشناوي يطلع لان الولد لففها ايه، عماله زي البريمه تروح وتيجي. مؤمن زكريا توقعها، انقض عليها بمنتهى الكفاءه الحقيقه. مره ثانيه طويله وخطيره وخطيره، يا ولد يا لعيب يا ولد يا لعيب. تدخل روعه الروعه من الونش الحقيقه اللي شايل الفرقه، رافع الونش، رافع الفرقه بشكل رائع جدا جدا جدا، واداؤه الحقيقه مفسد لكثير من الهجمات الخطيره للنادي الاهلي. مره ثانيه مقطوعه النادي الزمالك، وبيحاول باسم ودفعه وضربه حره، ولازم يهدى ولازم يهدى كساي. الكلام ده مش هيمشي معايا باسم، ومن الممكن جدا ان تتعرض لكروت ملونه، وده مش مطلوب على الاطلاق على الاطلاق في مباراه حساسه. راح له كساي، طبعا كساي بيتكلم بالمجري والتاني كبيره عربي، وبالتالي مش فاهم حاجه ولا كساي فاهم حاجه، لكن لغه التشويح بتبقى باينه اتكلم معاه، وفي الاخر باسم سلم عليه كويس قوي. خلي بالك يا باسم، عايزينك في الملعب بمعنويات عاليه عشان نتمتع. شريف اكرامي طويله وعاليه، ارتقاء في اتجاه وليد سليمان، تدخل رائع من محمد ناصر بانطلاقه حلوه لمعروف يوسف. قلت لحضراتكم في البدايه ايه؟ قلت لكم محمد ابراهيم وايمن حفني روعه الروعه، بشرط ان يستمر في اللياقه البدنيه طوال الوقت. اديلي 12 دقيقه ما قلتش اسمهم، ده يجاوب على سؤالي اللي انا سالته. وادي اللمبه، ومره ثانيه ناحيه اليمين عايز يستناها ويعديها، لكن تروح لمحمد هاني اللي هيرفع العرضيه خطيره. يا نهار ابيض يا نهار ابيض يا مؤمن، لو لعبت يا زهر، لو لعبت يا زهر في الكرة دي، يا نهار ابيض. واتبدلت الاحوال وجبت اول جول في سكه الاجوال لو جبت الجول الثاني، لكن ما مشيتش السكه معاك. حلوه حلوه حلوه، يا سلام على بطن رجلك بحته من كعبك، تاخد من القائم حته وتسكن في الحته. حلوه 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 طويله. نادي الاهلي مسك المباراه اديله 5-6 دقائق، ونادي الزمالك لابد له ان يتماسك عشان يقدر يشتغل في المنطقه الهجوميه. من ناحيه اليمين بدا هاني يتجرأ ويخش ناحيه اليمين، لكن محمد ناصف بالمرصاد، برافو يا ناصف. معروف يجي يلعبها في اتجاه ناصف اطول من اللازم
تطلع وتبقى رمي التماس للنادي الاهلي من ناحيه اليمين. رمي التماس تتلعب على طول على الارض، نقله والثانيه ترقيصه ورمي التماس للنادي الاهلي مره ثانيه من ناحيه اليمين. محمد هاني بدأ ياخد الثقة، أكيد كابتن حسام البدري مديله ثقة كبيرة جدا، بيلاعبه على لعيب دولي وهو علي معلول. طبعا أول مباراة كان هايب الموقف، تاني مباراة شد حيله، التالتة في الرابعة بدأ ياخد الثقة، وده التطور الطبيعي الحقيقة للاعب اللي بياخد ثقة وما بيكونش بيلعب من الأساس. نقلة والتانية لوليد سليمان، وادي عرضية ناحية اليمين، استلام من هاني اللي بدأ يفوق، حضراتكم ملاحظين معايا بدأ ياخد ثقة، الحكاية دي بتفرق قوي. ناحية اليمين مرة تانية هاني عرضية أرضية مش معدية، ترجع لعبد الله عايز يزقها في اتجاه الولد الشقي ده حسين السيد، يلمها حسين، يا ولد يا لعيب، لما حلو قوي، ومعاه حسني فتحي يرجع لحسام عاشور على وسط الملعب، خطيرة المرة دي ناحية اليمين لحسين، هيرفع يحطها في الشمال، يا ولد وادي العرضية خطيرة، يا نهار أبيض، حلوة الأهلي دايس، وده يوريكوا علي جبر والنرفزه على طول. طبعا هنا بيزعق لحسني فتحي، بيقول له كان لازم، وحسين السيد بيلم الكره تنقض عليها، ما تستناش، عنده حق. رمي التماس من ناحيه اليمين طويله مقطوعه للنادي الزمالك، لكن الاهلي بقول لحضراتكم مسك الملعب. نقله والثانيه هيفتح في اليمين، فتحها طويله اي كلام، مقطوعه للونش على وسط الملعب، ولاعب من النادي الاهلي واقع سليم ان شاء الله، جت في وش الكوره. مروان بيكلم كساي، ادي الكوره اهي مره ثانيه، ادي طارق حامد اداله كده في وش حسام عاشور واحده، اداله واحده كده، وادي بص خلي بالك، ادي اللمه وادي العرضيه وادي التقفيله، منتهى الخطوره، منتهى الخطوره. علي جبر هنا بيزعق لحسني، عجباني قوي مكنه الاعاده الجديده دي، الاعاده البطيئه الجديده الحديثه دي، جميله جدا جدا جدا. النهارده تلفزيون المصري العظيم، وان شاء الله الفترات اللي جايه يجيبوا لنا اتش دي، لان احنا اتش دي مستنيين نستقبل اتش دي، تبقى اتش دي على اتش دي، تطلع في البيوت روعه. ضربه حره لصالح حسام عاشور بعد لكمه طارق حامد في وجهه، وادي محمد هاني اللي بدأ ياخد الثقة مع معروف، وضربة حرة مباشرة للنادي الأهلي. 28 دقيقة، التقدم أحمر بأقدام مؤمن زكريا، والكورة على مسافة حوالي 30 ياردة، توجيهات من أحمد أيوب، ضربة حرة مباشرة، ممكن التسديد على المرمى، وادي العالية والخطيرة، يا نهار أبيض، كانت على رأس الحقيقة سعد سمير، لكن عدته بشكل غريب جدا. محمد ناصف بيلم كورته، بيدور على التمريرة، يحط التمريرة حلوة قوي في الشمال، مرة تانية من ناحية الشمال يلعبها محمد إبراهيم اللي اختفى تماما هو وأيمن حفني، لكن يعود إن شاء الله مرة تانية للمباراة. حسني فتحي في اليمين، حسني عايز يلعب العرضية، تضرب وتطلع وتبقى رمي التماس لنادي الزمالك من ناحية اليمين. طبعا الحقيقة يعني عدم مشترك ستانلي النهارده مؤثر جدا جدا في نادي الزمالك، اشوفه اهم واحد او من اهم الناس. ادي بس عايز يلم كورته، لكن مش قادر. خلي بالك كان بيعاني من الضمه، ودي مشكله تانية مش محظوظ فيها نادي الزمالك حقيقه يعني. رمي التماس لنادي الزمالك، محمد ناصف ناحيه الشمال، نقله والثانيه ضربه حره مباشره. الماتش ده يا جماعه منقول ب 11 كاميرا بوحده 22 اتش دي، يعني النهارده بالفم المليان اقول لكم وانتوا بتتفرجوا على اون سبورت، هي الشاشه الوحيده في مصر اللي هتديكوا التقنيه دي الاتش دي. واحد يقول لي يعني ايه؟ اقول لك ازاي. بعد الكره دي هحكيها لك. طويله ناحيه اليمين، عايز يحلق على كورته ابراهيم صلاح، يحلق فعلا ويلعبها. ايمن حفني لياقته ما تسعفوش، مشى نفسه لكن ما قدرش يكمل الكوره، مزقوقه في اتجاه مروان، لكن حسني فتحي مره ثانيه يلعب بشكل رائع جدا على وسط الملعب. معروف فاتح له محمد ناصف في الشمال، يلعبها صغيره كده ومستنيها هناك ناصف، استلام من ناصف
ناصف لمحمد ابراهيم مره ثانيه، نقلتين ثلاثه لنادي الزمالك. معروف وادي العرضيه لكن مقطوع، ما تكملش الهجمه، يخش علي جبر يا ولد العيب. على وسط الملعب مره ثانيه محمد ابراهيم، محمد يشيلها، مقطوع، المرتده يبقى خطير جدا. معروف مره ثانيه طويله في الشمال، استلام من ناصف، وادي العرضيه العاليه من القلب على طول تتقطع ولسه وما يا ولد يا لعيب، باكورد كده في منتهى الجمال من احمد فتحي، المكافئ تروح لحسني فتحي يسيبها، رمي التماس لنادي الزمالك من ناحيه اليمين في الدقيقه 31، تتلعب في اتجاه حسين السيد يحط جسمه، لكن كانت هتتاخد. حسين لعيب كويس بس لازم ياخد باله مفيش تضحيات ومفيش فزلكه في المناطق دي على الاطلاق. حسام عاشور، واول انذار في المباراه من نصيب معروف يوسف، بيتكلم مع كاساي، حقيقه ماشي بشكل رائع جدا فيكتور كاساي. بقول لحضراتكم شاشه اون سبورت اتش دي تستقبل النقل بالاتش دي، لكن اي شاشه ما هياش اتش دي لو انت مصور بمليون اتش دي هتستقبل انالوج العادي، يعني الوحيده في مصر اللي تستقبل اتش دي هي اون سبورت. وصلت، يتهيألي وصلت. مره تانية ضربه حره مباشره لصالح النادي الاهلي، تتلعب على طول في اتجاه محمد نجيب، يشيلها عاليه لمروان المكافح، وادي واحده مره تانية منتهى الخطوره فاول. ضربه حره مباشره لصالح طارق حامد. ضربه حره مباشره عندنا الحقيقه، يعني نقل رائع جدا جدا بكاميرا اسمها ستيدي كام، وكاميرا سلو موشن، وكرين خلف المرمى، واعاده من 9 زوايا. يعني التلفزيون النهارده عامل لنا كرنفال من النقل التلفزيوني المبدع. الف شكر. ضربه حره مباشره من ناحيه اليمين، هيلعب بشماله، علي جبر متنرفز جدا بينادي ناصر بيقول له خش جوه، وادي العرضيه من القلب على طول لسه عاليه، يتدخل بزقه مظبوط كده، وضربه حره مباشره لصالح نادي الزمالك. باسم مرسي لسه ما اشتغلش هجوميا. واحد يقول لي ليه؟ اقول له ما اتلعبتلوش حاجه، ما راحتلوش حاجه على الاطلاق. الراجل بيلعب وحيدا في المنطقه الاماميه اهو قدام حضراتكم لوحده، هيلمس براسه لمين؟ او عمال ينادي اهو، بينادي مين؟ بينادي محمد ابراهيم، بينادي ايمن حفني، بينادي احيانا ابراهيم صلاح، لكن ولا واحد من دول بيكمل معاه. الوحيد اللي كان ممكن يكمل معاه هو الغائب ستانلي، ده الوحيد لغايه دلوقتي. ايمن حفني نازل يستلم تحت، عايز ينطلق بالكره، وجنبه حسين السيد، يلعبها صغيره مقطوعه، ياخدها ايمن مقطوعه، لكن الحكم مدي ضربه حره مباشره على احمد فتحي من ناحيه اليمين. داخل بقوه حسام عاشور مع ابراهيم صلاح، تبقى ضربه حره مباشره. طبعا حسام البدري يتمنى الشوط ده ينتهي كده، وادي حلوه خطيره لكن سهل. حسني فتحي اول مره يتقدم في الحته دي، اول مره في الدقيقه 35 عمل عرضيه جميله، لكن محدش قاطع خالص. الزمالك بدا يخش الملعب مره ثانيه وبدا يظهر في الصوره بشكل جيد جدا، وادي انطلاقه من ناحيه اليمين لمحمد هاني، ماشي هاني دخل لجوه، اطول من لازم، واخد ثقه كويسه مش وحشه، بس لازم يبقى عنده احترافيه شويه في نقل الهجمه او في السيطره على الكوره. ضربه حره مباشره لصالح نادي الزمالك، تتلعب على طول على وسط الملعب. طارق حامد في الشمال، محمد ناصر، طارق معروف مره ثانيه، 3-4 نقلات. طارق حامد، كل ده الزمالك بيحاول يسحب النادي الاهلي من المنطقه الدفاعيه. حسني فتحي ارضيه، يلف كده لفه لكن فيها اشتراك شديد جدا. حسام عاشور يتدخل، رايه من المساعد جابر ايروس، وضربه حره مباشره على حسام عاشور نتيجه دفع حسني فتحي. ضربه حره مباشره من احدى البقاع السحريه في الملعب من ناحيه اليمين، منتهى الخطور. عشان كده نادي الزمالك داخل ب5 ابيض جوه المنطقه، وادي علي جبر مكمل مع المهاجمين.
ادي 5 ابيض قدام حضراتكم امام 7 احمر. شريف اكرامي بينادي على زمايله. بشماله معروف يوسف هيلعب بشماله عرضيه سهله جدا سهله جدا، مرفوع يعني ما عليتش معاه زي ما هو عايز. عبد الله ما عرفش يعدي بيها. طارق حامد من نص الملعب يرجع للشناوي. اندفاع من مروان في اتجاه الشناوي، يلعبها طويله وعاليه. دفعه واضحه على باسم مرسي المتنرفز. لازم تهدى يا باسم، لازم تهدى. خلي كل انفعالاتك من جواك في انطلاقاتك، لكن هدي نفسك عشان تقدر تكمل بالشكل المطلوب. ضربة حرة مباشرة لصالح النادي الاهلي المتقدم بهدف مؤمن زكريا من عرضية حسين السيد من تمريرة عبد الله السعيد في الدقيقة 21 من زمن المباراة. طويلة وعالية، ارتقاء لمروان. طارق حامد يكمل، يلمس لمسة كويسة لكن ترجع لشريف اكرامي. استقبلها عالية مرة تانية. طارق حامد عامل شغل روعة في وسط الملعب طارق الحقيقة. وادي واحدة في اتجاه عبد الله السعيد ومعاه 2 يا ولد يلم. خطير 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 خطير. عرضية لكن في المتناول. الشناوي عالية على وسط الملعب. حسام عاشور يسيبها ثنائي لكن يتمكن منها مروان وتبقى في متناول الشناوي. محمد ناصف استلام من ناحية الشمال، بيدور على معروف. رجع لتحت في اتجاه الونش. خدها الونش مرة تانية. مأدي الحقيقة من ساعة ما بدأ مع نادي الزمالك بيقدم مستويات راقية جدا. الونش حقيقة يعني الونش مرة تانية. يعني اتصور لو كان ظهر بدري شوية مع نادي الزمالك كان هيبقى له نصيب في المنتخب، لكن جاياله ان شاء الله. حسني فتحي نقلة على وسط الملعب شكلها حلو. وادي واحدة طويلة في اتجاه باسم. عايز يلم حطها على يمينه. خطيرة. ايمن ولا حاجة مقطوعة للنادي الاهلي. طويلة حلوة باستلامة روعة في اتجاه مروان محسن اللي عامل شغل الحقيقة جبار في المنطقة الهجومية. مكسب كبير قوي للنادي الاهلي. مروان مكافح الحقيقة جدا بيتواجد في كل ارجاء الملعب في المنطقة الهجومية. مرة تانية استلام لأيمن حفني ومعاه حسني. أيمن عايز يعدي لكن وقف له حسين بزقة. وضربة حرة مباشرة لصالح النادي الأهلي من ناحية الشمال. في انفعال عند لعيبة الزمالك. ادي الكرة اهي، وادي حط جسمه سعد. وقع أيمن حفني، كان يقدر يحط جسمه أيمن حفني ويسيطر على الكرة، لكن الحقيقة ما قدرش يقاوم قوة التحام سعد سمير. وتبقى ضربة حرة لصالح النادي الاهلي. هنا في مصر اتعودنا اللمسة والهمسة بتتحسب فاول. في اوروبا ما بنشوفش الكلام ده ابدا. انا بنادي حكامنا ادوا فرصة شوية للالتحامات الطبيعية، مش اي حاجة تيت على طول. لازم تدي فرصة للعب يشتغل. في مساحة وليد سليمان ناحية اليمين. فاتح له هاني خش لجوه على شماله. ارضية على الارض مرة تانية. حسام عاشور يا ولد يا لعيب يفتح حلو قوي في اتجاه حسين السيد. مؤمن زكريا في اتجاه حسين مرة تانية لكن اطول من اللازم. مقطوعة للنادي الزمالك. تدخل مرسي وشنكال. وضربة حرة مباشرة لصالح احمد فتحي. اشتراك قوي من باسم مرسي. فيكتور كاساي هادي جدا ومريح ومستريح في ادائه وما بينفعلش مع انفعالات اللاعبين وحاضر وقريب من كل كوره. هنا طبعا عتاب رقيق بين احمد فتحي ومحمد ابراهيم. محمد ابراهيم لعيب رقيق والحقيقه وعمري انا ما شفته بيتعمد ايذاء حد ابدا. ودايما اللعيب الحريف قوي كده صعب قوي يبقى مؤذي، يعني صعب قوي. نقله والثانيه للنادي الاهلي على وسط الملعب. استلام حسام عاشور في اليمين. محمد هاني هيرجع لورا مره ثانيه. رجع
بيحاول الزمالك يقفل المساحات والمسافات، لكن تتنقل للنادي الاهلي مره ثانيه صغيره. يفتح هاني ارضيه ودفعه وضربه حره لصالح احمد فتحي من ناحيه اليمين. الدقيقه 40 لا حسبها رمي التماس. الدقيقه 40 1-0 للنادي الاهلي. الهدف في الدقيقه 21 للمتالق مؤمن زكريا. تدخل لحسين مردوده لنادي الزمالك على وسط الملعب مره ثانيه. فتحي يلعبها صغيره يا سلام. 3-4 نقلات حلوين قوي للنادي الاهلي. محمد هاني عايز يعمل 1 2 3 وياخدها. اخدها ولسه تحت رجله. يلم كورته. هيدور يلم مره ثانيه واستنى. تقل على الكوره الحقيقه. حضراتكم ملاحظين هاني غير هاني من اسبوعين 3 في الدوري يعني. مروان مؤمن حسام عاشور يغير الملعب. حلو قوي في اليمين. هاني عرضيه تدخل وضربه حره لصالح نادي الزمالك. داخل عبد الله سعيد وبيقول مش شايفه. اكيد فعلا مش شايفه. عبد الله برده من اللعيبه المؤدبه. هيديله انذار. وادي الانذار الاول للنادي الاهلي من نصيب عبد الله السعيد. ادي الكره العرضيه وادي التدخل مع الونش. يعتبر الحكم ان عبد الله داخل بقوه في الونش، والونش ده محدش يقدر يقف قدامه ابدا. ده ونش. لكن ضربه حره مباشره وانذار لعبد الله السعيد. قام الونش الحمد لله سليم. وادي كرة طويلة ناحية اليمين مردودة على وسط الملعب. محمد ناصف ده الونش يرجع للشناوي مرة تانية على وسط الملعب. يا ولد يا حسني فتحي بتدخل روعة الحقيقة. في اليمين ايمن حفني يلمسها لمسة صغيرة تضرب وتطلع وتبقى رمي التماس لصالح نادي الزمالك من ناحية اليمين. 3 دقايق على نهاية زمن الشوط الأول وما زال النادي الأهلي والتقدم 1-0. هي في لمسة يد فعلا اتلعبت فعلا. معروف اللي ساب الشمال وجه هنا ناحية اليمين شوية. استلام من حسني عايز يلعب العرضية وادي الأرضية مش معدية. ترجع لحسين السيد. هنا بدأ يسمع التعليمات ويلعب من مرة واحدة في المناطق الصعبة دي. طارق حامد يا ولد يا لعيب. استلام حسني مأدي الحقيقة بشكل طيب جدا. حسني فتحي وادي ايمن حفني يلم كورته. بيدور يفتح لحسني مرة تانية. فتحي عرضية مش معدية مقطوعة للنادي الاهلي، لكن تدخل لنادي الزمالك في اتجاه باسم مرسي لكن سهلة في متناول شريف إكرام. شريف عايز يعمل هجمة مرتدة سريعة لكن عليت منه ما مشيتش مستقيمة. قلشة كده على وسط الملعب ترجع في اتجاه طارق حامد. وادي باص حلو قوي. خطيرة لكن بره باسم مرسي بره بشماله كده متطوح شوية ما قدرش يملى فيها الملوى المطلوبة. تبقى ضربة مرمى لصالح النادي الاهلي. لكن ثرو من طارق حامد حلو قوي على شماله زاوية صعبة شوية يمكن عايزة واحد اشول كان وجهها في البعيدة بشكل اروع من كده. ضربة مرمى لصالح شريف إكرامي. الثواني الأخيرة من زمن المباراة الشوط الأول أنا آسف. طويلة وعالية اتجاه محمد هاني يسيبها تبقى رمي التماس للنادي الأهلي من ناحية اليمين. محمد هاني بيدور يلعبها طويلة وعميقة ترتد له مرة تانية ببطن رجله أي حاجة. ناصف يقطع لكن تروح للنادي الاهلي لما بتمريره مقطوعه لنادي الزمالك على طول وانطلاقه من ناحيه اليمين. وادي لمسه بالكعب خطيره عرضيه. يا راجل يا طماع اتعملت له كده على وش رجله. 3 دقايق وقت بدل ضايع. بدل ما يمرر بالعرض كان في 2 مستنيين. فضل ان هو ياخدها بوش رجله تطلع بره بشكل غريب جدا. طويله محمد نجيب على وسط الملعب حط كده رجله وياخدها مرة تانية بفاول. ضربة حرة مباشرة على وليد سليمان اللي ساب الطرف ودخل لجوه شوية
بتعليمات طبعا من الكابتن حسام البدري. حسني فتحي اللي بدأ أداؤه يبقى أفضل بكتير الفترة الأخيرة دي، يقطعها منه مؤمن زكريا برمي التماس لنادي الزمالك من ناحية اليمين. حسني فتحي بيدور يلعبها صغيرة مقطوعة، رمي التماس مرة تانية لصالح نادي الزمالك. ابراهيم صلاح بدأ يتحرك في التلت الهجومي، ساب وسط الملعب لمعروف وطارق بتعليمات من حلمي، وبدأ يخش بجنب باسم مرسي في المنطقة الأمامية. معروف يفتح طويلة في الشمال، استلام، ترجع الكرة مرة تانية للونش. نقلتين تلاتة النادي الزمالك عايز يفتح مساحة، لغاية دلوقتي مش باينة المساحة. رمي التماس لنادي الزمالك من ناحية شمال. الزمالك بدأ يمسك كرة بشكل طيب جدا، اديلنا 10 دقايق، لكن لغاية دلوقتي مفيش خطورة حقيقية مطلق على شريف إكرام، يعني ما شفناش حاجة في اتجاه المرمى خالص. علي جبر، طارق حامد، طويلة وعميقة، أي حاجة سن السيد يردها على طول. في الشمال مؤمن زكريا ببطن رجله حلوة. مروان عايز يزقها، مروان يتكتل عليه لاعب نادي الزمالك، ياخدها طارق حامد يتشنكل. ضربة حرة مباشرة لصالح نادي الزمالك من ناحية اليمين. نقل على طول لمحمد إبراهيم، طويلة في الشمال، هيرفع عرضية خطيرة خطيرة خطيرة، لمسة والتانية. بص ابراهيم صلاح فين يا جماعة؟ جوه ال 18. ابراهيم صلاح بيخش جوه ال 18، ساب تماما منطقة وسط الملعب. وادي اهو، خلي بالك، ادي ابراهيم صلاح، شايفه اهو اللي على يمين الشاشة، ده ابراهيم صلاح. عمرنا ما كنا بنشوفه ابدا جوه ال 18 بالشكل ده الحقيقة، هو وايمن حفني بتعليمات، لكن لمسة يد واضحة جدا من ايمن حفني. ضربة حرة مباشرة لصالح النادي الاهلي اللي هدي شوية بعد الهدف اللي جابه مؤمن زكريا. لمسة حلوة قوي، والتانية خطيرة المؤمن، ارضية وش رجله خطيرة، عايز يلم كورته يا ولد يا لعيب. تدخل من علي جبر روعة 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 يا علي. تبقى ضربة ركنية للنادي الاهلي من ناحية الشمال. الدقيقة الاولى من الوقت بدل الضايع. ادي عبد الله وتمريرته السحرية، وادي حسين وعرضيته اللولبية، وادي مؤمن زكريا وحطته المهلبية. رمي التماس من ناحية الشمال، وادي الفرحة. ناخد الملعب بقى يا محمد. وانتهى الشوط الأول أعزائي المشاهدين، استراحة قصيرة ولنا عودة بمشيئة الرحمن، مع تحياتي مدحت شلبي.